الدهب في الفترة اللي فاتت عمال بيزيد وبيزيد زيادات غريبة جدا وزيادات عالية جدا. هل هيستمر على كده ولا هيقلل الزيادة دي؟ بص يا سيدي، انا من سنة عملت لك فيديو على الفضة ومشي عليها بالظبط زي ما قلت لك وتقدر تروح تراجعه. طيب دلوقتي انا بعمل لك فيديو على الدهب. دي انا جبتها في ديسمبر اللي فات، كانت ب 43700 تقريبا، دلوقتي بحوالي 60000. الزيادة دي كلها احسن من زيادة البنك اصلا واحسن من زيادة العقار، بس هو برضو بيزيد ليه؟ هو ده السؤال. اول حاجه لازم تعرفها تقسيمه الفلوس في العالم. 95% من الفلوس مع 1% من العالم، والباقي متقسم على ال 95%، يعني 5% من الفلوس بتاعت العالم كلها مع 95%. طيب فاحنا مهتمين بايه؟ بالفلوس البالك دي اللي مع الناس دي بيعملوا بيها ايه؟ اول حاجه لازم تعرفها ان من سنتين ثلاثه ظهر حاجه اسمها AI. AI هو Artificial Intelligence او الذكاء الاصطناعي، او AI لو ترجمتها لوحدها العين. ها، صدفه. المهم، الناس المستثمرين كانوا بيحطوا فلوسهم في ايه؟ في الذكاء الاصطناعي. حصل من 3 اسابيع ان سهم انفيديا قل. طب ايه علاقه ده بالذهب يا باشا؟ بص يا سيدي، انفيديا دي الشركه اللي بتعمل ايه؟ بتعمل التشيبات او المكن يا باشا اللي بيعلم الذكاء الاصطناعي. طيب شركه زي جوجل جايبه 2500، شركه زي فيسبوك جايبه 60000. طيب بس اللي حصل ان سهم انفيديا بيقل. ازاي يقل؟ ده قل 9% بحالهم يا باشا. ما هو اكتشفوا ايه؟ ان 95% من شركات الاي اي خسرت في اخر سنتين، فالمستثمرين ابتدوا يخافوا. والمستثمرين لما تبتدي تخاف بتعمل ايه؟ بتعمل الامان، تسحب فلوسها وتشتري دهب. هو ده اللي هم بيعملوه على طول. طب هل ده اتكرر في التاريخ قبل كده؟ يا باشا اتكرر سنه 96 في بابل اسمها الدوت كوم. ايه اللي حصل يا باشا ساعتها؟ انا كنت صغير، كان عندي 9 سنين يعني. بص يا سيدي، لو كنت عملت اي شركه وعملت لها ويب سايت بقى ثمنها مليون دولار. ده بجد، ده كان 96 كده، اي حد، فكله لبس. اللي بيحصل دلوقتي في الاي اي نفس الحاجه، كل حد يرزع لك كلمه اي اي ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي، فالمستثمرين عماله تدفع. بعد كده اما طلع الريبورتات ان 95% من الشركات دي مش بتكسب، انكلودنج تشات جي بي تي. يعني تشات جي بي تي بيصرف 40 مليار دولار في السنه وبيدخل 15 مليار بس، فهو بيخسر وبيخسر خسارات فادحه. بس ده بيعمل ايه؟ بيصفي السوق. هيفضل في الاخر 6 7 شركات هم دول اللي هيشتغلوا في الذكاء الاصطناعي. فالمستثمرين عملوا ايه؟ راحوا واخدين الفلوس بتاعتهم ابتدوا يحطوها في الذهب. فعشان كده ثمن الذهب ده بيعلى وهيعلى وهيعلى، هيعلى لدرجه انت مش هتتخيلها. طيب الذهب ولا الريل استيت العقار؟ اما هتكلم واحد بتاع عقارات هيجي يقول لك يا باشا العقارات وتأجرها وتعمل، ده نصاب. انا بقولها لك عشان بس من الاخر، يعني اول ما بتاع عقارات يجي يكلمك جيب ورقه وقلم يا باشا وروح اقسم الصفحه نصين. حط الذهب سنه 2000 2005 2010 2015 2020 2025، 6 مراحل. 2000 هتكتشف ان الجرام الذهب كان ب 37 جنيه. ها، طيب وبعد كده قول له يا باشا هات لي المتر تجاري سنه 2000 تجاري، يعني كمان اغلى حاجه من سنه 2000 و2005 وهكذا لغايه 2025. وقول له وحط كمان الايجار ان انت مأجره وبزياده سنويه 10% وما عندكش مشاكل، عارف اللي هو ايه؟ اللي هو مأجره على طول. اوكي، وهتكتشف بعد ما تعمل الحسبه دي ايه؟ ان في فرق 8000%. يعني ايه 8000%؟ يعني كل 100 جنيه زادت لك في العقارات كنت هتزيد قصادها 7900 جنيه زياده في الذهب، ده على مدار الوقت. فهتلاقي الفرق من 2000 ل 2005 ما بين الذهب والعقارات مش كبير قوي، الذهب احسن. اوكي، بس كل ما السنين بتعدي الذهب بيبعد 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 بيبعد. فاي واحد بتاع عقارات متخلف قول له انت متخلف. ليه؟ لان بكل بساطه في مصر بالذات انت تقدر تشوف شركه مدينه مصر. شركه مدينه مصر عملت ايه؟ بتنزل الريبورتات بتاعت المرتجعات بتاعتها. حضرتك المرتجعات عدت المبيعات. يعني ايه؟ يعني الناس اللي اشترت بترجع. ليه بترجع؟ عشان معهمش فلوس، كانوا عاوزين اوفر. هي دي الحقيقه. طيب سوق العقارات عامل ايه في مصر؟ زفت. حضرتك العقارات غاليه، اغلى من اوروبا. يعني ايه؟ يعني انا اشتري في الساحل ولا اشتري في ملجا؟ ما احنا هنقارنهم ببعض، ده مصيف وده مصيف. ملجا في اسبانيا هي زي شرم الشيخ بتاعت المنطقه كلها. فملجا انت لو رحت اشتريت فيها هتشتري ارخص من مصر وهتاجرها باليورو وما فيش اي مشاكل عندك ولا اي حاجه. في مصر هتروح تجيب حاجه في الساحل هتزورها 3 شهور، مع ان في اوروبا ملجا شغاله طول السنه اصلا سياحه. فاهمني؟ واكبر بلد للحاجات اللي هي زي الميه والحاجات دي، يعني زي الساحل بالظبط. وارخص من الساحل وهتاجرها على طول. طب ازاي انا اقارنها بالساحل؟ لا، هو الارقام اساسا ملهاش معنى.
في مصر خلاص وصلت لان ملهاش معنى. لا يا باشا ده سيتي سكيب دول بايعين قد كده وعاملين قد كده، الكلام ده فتري يا باشا. خد الرقم الكبير قوي ده قسمه على متوسط سعر الوحده، متوسط سعر الوحده 10 مليون دلوقتي يا باشا، فما تقسمه تلاقي ان سيتي سكيب كله 4 ايام متباع فيه ايه 100 وحده يا ولا حاجه، صفر. ومنهم كام واحد بقى هيرجع؟ ما هو ده الفكره، الناس ما بقاش معاها فلوس تشتري في العقارات بالاسعار المتخلفه اللي موجوده في مصر. فمن الاخر ده ما بقاش حاجه اسمها سيف انفستمنت. السيف انفستمنت عندك ذهب او فضه، ما تعملش اي حاجه تانية يا باشا. ومش هتتعب ليه؟ لان في الايجار هتاجر وهتجيب بروكر وهتعمل مش عارف ايه، والوحده هيبقى فيها صيانه، وبعد كده عندك ضرايب عقاريه وعندك مش عارف ايه. لا 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 لا، فكك من الهبل ده، ولا تعب ولا اوجع دماغي. هشتري حبه ذهب اخزنهم في البنك في البيت في اي حته، خلاص يا باشا ده اسد بتاعك بيزيد من غير ما تتعب، من غير ما تعمل اي حاجه. صباح الفل.